وكيل مساء الفل. مساء الجمال. احنا البودكاست ده مخصص ان احنا بنتكلم على السايكولوجيكال سبورت للرياضيين والدعم النفسي الرياضي وكده، وبالذات للناشئين اللي دايما هيكونوا في سن المراهقة او ما بعد المراهقة وقبل المراهقة حاجة بسيطة. ازاي بقى المراهقة نفسها دي اللي هي أزمة لوحدها ازاي بتأثر على اللاعب وأدائه والشغل بتاعه في التدريب بتاعه؟ خليني اسميها مسمى تاني غير أزمة. يعني هي حتة كده حاجز انا عايز اجتازه انا والمراهق او اللي بيمر بمرحلة البلوغ. مم. هو النهاردة هي زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان هو بحر كبير جدا في تأثر او تأخر رياضي نتيجة حاجة سيكولوجية أثرت على اللعيب، وفي حاجة ضغوطات نفسية هي اللي بتأثر عليه. فأنا بعرف كمتخصص إيه اللي مأثر على الولد ده وبشتغل عليها. مم. في مراهق ممكن يمر بمرحلة اكتئاب لأسباب كتير جدا، وفي واحد تاني بيمر بمرحلة مراهقة وعليها ضغوطات. أيوة. أنا بدور معاه عشان أعرف المشكلة فين ونجتازها مع بعض. في نوع من انواع المشاكل ان الولد رياضي وممتاز جدا وبيعلق ميداليات كمان، لعبة فردية او جماعية وات ايفر، تكتشف ان هو حصل عنده مشكلة عائلية زي انفصال الوالدين مثلا، الاب والام حصل طلاق او حاجة، ده اثر عليه طبعا. هما مش شايفين ده، احنا الولد مش ناقصه حاجة والولد بياكل ويشرب هنا وبيزور هنا وبيعدي هنا والجدود كله تمام، هما متخيلين ده. لكن لما تيجي تقعد معاه يقولك لا طبعا الموضوع مأثر عليا جدا، ويبتدي بقى يقول لك ما في الخمر زي ما بيقولوا. واحد تاني يقول لك والله انا المدرب انا كنت مرتبط بيه جامد جدا نفسيا، المدرب ده اتغير، انا من ساعتها مش قادر اجتاز الحتة دي ومش قادر اكمل، مش قادر العب. واحد تالت طفل تاني او بيتعرض للضرب في البيت. كل واحد عنده السبب بتاعه. على فكرة ممكن يكون اللي جنبه او اللعيب التاني بيتضرب بس مش مأثر فيه، مش مؤثر، مش فارق معاه، لكن ده تأثر فيا قوي. عشان كل واحد والشخصية اللي هو طالع برافو منها. عليك. وممكن يبقى التأثر اللي هو اللي بيحصل مع الناس زي ما تقول مثلا لأسباب اجتماعية أو لحاجات بيعدي بيها فقد مثلا أو كده، هي بتغير في الشخصية بتاعت الشخص، وبالتالي هتغير في شخصيته في الملعب أو هتغير في اختياره للعب. زي مثلا واحد وبيلعب لعبة فردية وبعدين حصل له فقد كبير، فمحتاج الدعم بتاع لعبة جماعية، ان الناس تبقى حواليه اكتر وان هو يحس بدعم الناس حواليه اكتر. حصلت طبعا. متهيألي ان هو مراعاة وشوفان ان الجزء الاجتماعي والجزء الحياتي الطبيعي للناس هو غير منفصل عن الرياضة بتاعتهم، عن اللي بيحصل في الرياضة بتاعتهم. طبعا وكمان عايز اضيف نقطة ان تعنت الاهالي. في اهالي زي ما بيقولوا كده ايه، بتقفل على الولد جامد جدا جدا جدا، ما تديلوش السبيس بتاع سنه. انت وانت صغير مش حاسس ان انت مكبوت مخنوق عندك 8 سنين، لكن لما بتوصل ل 15 16 17 سنة وبتعامل نفس المعاملة بتاعت وانت صغير، ده بيعمل له كبت. الولد مش قادر يتحرك في المدار بتاعه كشاب مراهق، لان هو بيشوف اقرانه كمان الناحية التانية في المدرسة او في الكلية او في بداية السنة الجامعية. لا انا يا جماعة انا صغير، انا كبرت على الكلام ده، انا ما ينفعش ان انا اتعامل المعاملة دي. فبيبتدي يأثر عليه فين؟ في الرياضة، تلطش في حتة تانية. هل تغير الشخصية اللي بيحصل وقت المراهقة أو في السن ده التينز عامة، هل كمان بيحصل تغير شخصيته في الملعب؟ يعني التطور بتاع من الطفل المراهق للأدلت، وإزاي ده بيتغير والنضج ده بينعكس على الشخصية في الملعب؟ بتحصل وبيحصل العكس. يعني تلاقي اللعيب اللي كان جامد قوي وهو صغير في سن 16 17 ما بقاش جامد قوي، واللي كان ضايع وهو صغير حصل له قوة انفجارية في الرياضة بقى حاجة قوية جدا. دي ليها دعوة بقى بالبلوغ واكتمال الاكتمال العضلي والنشأة الصحية، ودي بتأثر طبعا. مش مفيش حاجة ثابتة، يعني تقدرش تلاقي حاجة ثابتة او رتم ثابت.
في ناس حصل لها انفصال زي ما بنتكلم والولاد ما حسيتش بده، الولاد قدرت تجتاز ده، هم اجتازوا كلهم مع بعض. وفي ناس ما قدرتش، في فقد زي ما حضرتك قلت، اب ام جد ما اجتازوش. ساعتها بقى خلاص لما بيلاقوا ان الولد عطل في اللقطة دي، لا تعالى بقى نشوف هنشتغل عليها ازاي. لان بالنسبه للمدرب انت عطلان فانت بره التشكيل، او انت عطلان فانت ارقامك مش كويسه او غيره، او انت مش عاجبني، او انت مش عاجبني وخلاص. لكن هو مش قادر ان هو يلاقي السبب اللي عمل الوقوع في المستوى ده. وكمان في اهالي بتبقى هي السبب اللي زي ما بيقولوا لخراب العلاقة ما بين المدرب واللاعب. يعني انا المدرب واللاعب كويسين جدا مع بعض، تدخلي او طريقتي او اسلوبي ما فيش كيمياء بيني وبين المدرب، انا لازم افهم ده. مش لازم علشان حضرتك المدرب بتاع ابني تحبني انا كمان، ابعد. انت هيهمك العلاقة ما بين المدرب صح. واللاعب، ما بلاش تجود، بلاش التاتش بتاع ان انت تحبني انا كمان كأب او ام، لا ابعد عن القصة دي. هم ماشيين كويس، سيبهم. اظن ان الفكره دي هتتعاد كتير في الحلقات التخصصيه في الرياضات المختلفه، ومتهيألي انها فكره محتاجه تتناقش اكتر واكتر الفتره الجايه في الحلقات الجايه ان شاء الله. ده مظبوط. ويهمنا احنا كاولياء امور ان احنا نبص على الولاد محتاجين ايه. الولاد مش محتاجين فلوس ولا اكل ولا شرب ولا نام كويس واشرب كويس واتمرن كويس. الولاد محتاجين حاجات نفسية منكم ومني ومن المدرب علشان يقدروا يبقوا عندهم الصحة النفسية او التفوق النفسي. بالظبط كده. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا.